شكرا جزيلا. اتعرف عليك. انا بقول لحضرتك انت تروح الوقت جمرك بورسعيد، ايه في جمرك؟ ولع الدنيا، ولع هناك، والمظاهره اساسا موجوده في جمرك بورسعيد الوقت. هم بيكلموني في التليفون بيقولوا لي قول للاخ اللي موجود معاك يطلع على الجمرك علشان يصور، لان في شلل تام والدنيا مقلوبه هناك. احنا واقفين هنا مجموعه هنا جمرك بورسعيد ده في جزء، في قطاع من العاملين فيه من خارج بورسعيد، هم كمان امتنعوا عن العمل. جمرك بورسعيد شلل تام امبارح والنهارده. اللي يقول لي في حاويه اتفتحت اقول له انت كذاب. تمام. احنا عندنا شلل تام في قلب الجمرك، في هيئه المينا شلل تام، مرفق هيئه قناه السويس شلل تام، المحافظه. عاملين العصيان ده لحد امتى؟ حق الشهيد، حق الشهيد، حق الشهيد، حق الشهيد. وبعدين حق الشهيد عدم تسييس القضيه، استقاله حكومه هشام قنديل. الراجل اللي هو بيقول جايب ايه يعني جايب صندوق؟ انت ما انتش شرعي. هو انت شرعي؟ انت ما انتش شرعي. ربنا ينتقم منك يا محمد يا مرسي. انت مش بتاع سياسه. انت رايح المانيا تقول البورسعيديه بيضربوا الطيارات من فوق الاسطح. ازاي هيجي لك سايح؟ ازاي؟ فهموني يا جماعه. انت جايب لي رئيس مسجون، انت جايب لي رئيس مسجون. اتعرف عليك الاول. انا من شعب بورسعيد. انا بقدم سؤال دلوقتي على الجمهوريه كلها. احنا نسال محمد مرسي ده طلع من السجن ازاي؟ محمد مرسي اصلا كان محكوم عليه محاكمه بالتجسس على مصر. ده طلع من السجن ازاي؟ وازاي يمسك رئيس جمهوريه؟ وبعدين احنا عندنا في مصر ناس شرفاء احسن من محمد مرسي ومن الاخوان، واحنا عايزين نعيش وبورسعيد متبهدله. شعب بورسعيد مش لاقي ياكل. احنا مش عايزين حكم الاخوان. طب اتعرف عليك. اخر تسال على محمد مرسي